أعلنت السلطات الفرنسية بقرار من الرئيس إيمانويل ماكرون تعليق اتفاق عام 2013 الذي كان يعفي حاملي الجوازات الدبلوماسية والرسمية الجزائرية من التأشيرة. القرار يأتي في ظل تصاعد التوترات بين باريس والجزائر، خصوصاً في ملفات الترحيل والهجرة والتعاون الأمني. وأثار هذا الإجراء موجة استنكار رسمية من الجزائر، حيث أعربت وزارة الشؤون الخارجية عن استغرابها من عدم تلقيها أي إشعار رسمي بالقرار، معتبرة ذلك خرقاً للاتفاق الثنائي. الجزائر وصفت القرار بالخطوة غير الودية، وأكدت أنها سترد على أساس مبدأ المعاملة بالمثل. العلاقات بين البلدين شهدت في الأشهر الأخيرة توتراً كبيراً بعد طرد متبادل للدبلوماسيين وتجميد أغلب القنوات الدبلوماسية. وتعتبر هذه الخطوة تصعيداً جديداً ينذر بمزيد من التدهور في العلاقات بين البلدين. القرار الفرنسي قد يؤثر على تنقلات عدد من المسؤولين الجزائريين ويزيد من تعقيد العلاقات الثنائية.